وكل يوم عن التاني كان النظر بيتحسن اكتر واكتر لحد دلوقتي. يعني عدى تقريبا 3 اسابيع على العمليه وانا شايفه كل حاجه من غير اي نظاره. انا شروق محمد ابو العلا، طالبه في كمبيوتر ساينس عين شمس. انا كنت لابسه النضاره من تانية اعدادي، انا دلوقتي في تانية جامعه. من اول ما لبست النضاره يعني وانا كنت مقرره اني هعمل الليزك، لان مامتي وبرده كذا حد عندنا في العيله عاملها، والحمد لله نجحت وكملت معاهم لحد دلوقتي. كنت مستنيه بس السن علشان ابدا في عمليه الليزك. كنت لبست النضاره فتره طويله، تقريبا انا لابسه النضاره حوالي 5 سنين، واخر سنه كنت بلبس اللينسز اللي هي نظر ب4 عدسات، كنت ببدل بينهم. طبعا الموضوع صعب، كل ما محتاجه اقرا اي حاجه، افتح اي حاجه، انزل او اخرج، كان لازم النضاره او اللينسز. احيانا اللينسز كانت بتلمني شويه وهكذا، بس فكنت مستنيه السن علشان اعمل الليزك. اول لما جيت هنا يعني عملنا شويه كشوفات، حددنا بعد كده من ميعاد العمليه. ميعاد العمليه بقى عملنا حاجات كتيره على اساسها قررنا هنعمل انهي عمليه، وهل هيكون ليزك تفصيلي ولا مش تفصيلي. احنا عملنا ليزك تفصيلي عشان هو كان الافضل ليا يعني. والحمد لله النتيجه زي الفل يعني. خدت وقت قليل وكانت بسيطه خالص، يعني ما حسيتش باي الم او حاجه. انا خرجت كانت النظر كان بس يعني مغش كده شويه اول يوم، لكن بعد يوم انا كنت شايفه عادي. كان في شبوره بسيطه بس كنت شايفه عادي، ما حسيتش يعني كان فيها الم بسيط، شكه بسيطه حاجه كده، لكن ما حسيتش باي حاجه اوفر يعني. وكل يوم عن التاني كان النظر بيتحسن اكتر واكتر لحد دلوقتي. يعني عدى تقريبا 3 اسابيع على العمليه وانا شايفه كل حاجه من غير اي نظاره. 1.5 6/6.5.